الآن كلود غلولو هو من يتكلف. كلود غلولو يدرك الهدف الأول لفريق الكوكب المراكشي رغم متابعة رضا بونغا، لكن غنولو أمنها في أقصى الجهة اليمنى لمرمى الحارس رضا بونغا. انطلقت الأفراح، بدأت الاحتفالات، اشتعلت المباراة منذ الدقيقة 14. هدف أول يعتبر الآن هو نقطة التحول بين الطرفين. هنا الفرحة أتت، هنا اشتعلت المباراة، هنا الكرة زارت انطلاقة، هنا الفرصة فرصة هنا عنده المساحة، اختار الجهة اليمنى للرياني، تصويبة، فرصة لسيسي، جول! ضربوهم في مقتل. اسماعيل محراب المحارب المتخفي، المحارب الذي يضع أو يظهر في أنصاف الفرص، المحارب الذي يجيد اللعب بين سيقان المدافعين، يجيد التربص في لحظات سهو المدافعين. هنا سجل في الكرة الثانية، هنا استغل بنجاح فريق الكوكب سيناريو الصعود لعناصر فريق القدم، واستغل بنجاح الهجمات المرتدة. اثنين بين فونتي والبحراوي. فونتي يلعبها في الجهة اليمنى في اتجاه البحراوي والراية مرفوعة. البحراوي يونس، فيها شك ممكن يتم احتساب الهدف لو تم. هنا الإعادة وأشرف حميد وقع في المحظور، لم ينتبه جيدا للخط الدفاعي. والبحراوي بلمسة الكبار يضع الكرة في الشباك بذكريات مونديال الشباب، بخبرة مونديال الشباب، أصبح أكثر نضج، أكثر خبرة، يضع الكرة في الشباك، ينهي ممكن يعود فيه الفريق هو يوجد فريقه متقدم في النتيجة، لأنه ما يكونش عليه ضغط في المباراة من أجل أنه يقدم الإضافة. أكيد نتيجة، هنا فرصة، مباراة الأهداف بين الطرفين، وهذا أكبر معدل تهديفي في آخر 6 مباريات بين الفريقين. هدف رائع، هي مباراة الأهداف الجميلة، هي مباراة الأهداف الرائعة. أيوب الخليفي على الأقل كسر الصيام التهديفي لفريق القدم. هدف لن يغير شيء في ملامح المباراة ولا في نتيجتها، وشاهدنا ردة فعل دنيبي بعد الهدف، لم يحرك ساكن.